اخرى. اكتر حاجه زعلتني امبارح في الماتش هي ان احنا ما عندناش شخصيه. يعني انت عارف دايما الفريق الكبير بيبقى له شخصيه في الملعب، حتى وهو وحش، يعني حتى وهو وحش تحس بتقل الفرقه، يعني تحس ان ده فرقه تقيله بس وحشه. لكن امبارح شخصيه، لا حول ولا قوه، شخصيه البطل او شخصيه المتصدر لافضل فريق افريقي وافضل فريق عربي مش موجوده. يعني انا شفت معظم الماتشات في التصفيات واقول لكم النتائج بعد شويه. لا، مستوى منتخب مصر، وده كمان يودينا لسياسه اتحاد الكوره في لعب المباريات، وان انا عايز اخلص الدوري وخلاص كل 3 ماتشات. ده بيودينا الى الاجهاد الرهيب اللي احنا شفناه بالنسبه للعيبه في نهايه الموسم. طيب تعالوا نروح طبعا نجم من نجوم الكره المصريه، ولكن هي اراءه صادمه، لا صادمه ومستفزه للبعض، وقد تكون جارحه في بعض الوقت لبعض الاشخاص. لا هي قاسيه مش جارحه. لا، في بعض الاحيان تكون جارحه، في بعض الاحيان. هو ولكن هو مين هو صريح. كابتن رضا عبد العال. ازيك يا كابتن رضا؟ كابتن خالد ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. ابو حميد ازيك يا كابتن؟ طيب عامل ايه؟ كابتن رضا، احنا قدامنا 4 دقايق كده تقول لنا ملخص اللي انت شفته امبارح من محدش هيقطع من ايه؟ من الالف للايه؟ للياء. ماشي. من طقطقه. انا كنت عايز اقول من طقطقه. السلام عليكم. اتفضل. طب هو احنا شفنا حاجه امبارح؟ خلاص كده، خلاص يبقى خلاص ال4 دقايق خلص. لا بجد لا والله. انت شفت حاجه امبارح؟ ما هو ده نتاج برضه بطوله الافريقيه. ما احنا كنا كده واسوأ من كده، بس عشان كنت بتكسب فالناس تقول لك طالما بتكسب خلاص. واخد بالك؟ امبارح انا عايز اقول لك على حاجه يا كابتن خالد انت استاذ احمد. امبارح فرقه مصر الراجل مش عارف امكانيات اللعيبه اللي عنده. عندنا محمد صلاح، وعندنا رمضان صبحي، وعندنا مصطفى فتحي قاعد على الدكه، وعندنا كهربا، وعندنا مثلا احمد الشيخ. طلعه بره خالص. الناس دي كلها امبارح ما بتلعبش بدماغها. الناس دي بتلعب بدماغ الراجل. ان انت ارجع، انت الشوط الاولاني كله ما عدتش نص الملعب. صحيح. انت الشوط الاولاني كله يا خالد انت مالكش هجمه مؤثره. ده هم ليهم واحده في العارضه، وواحده مش عارف شريف طلعها، وواحده مش عارف جت رجل علي جبر، وواحده دربكه. انت واخد بالك؟ انت كنت فين امبارح؟ انت بس مخلي محمد صلاح يدافع على الراجل بتاعه، مخلي رمضان صبحي يدافع على الراجل احنا كنا بنقابل من قبل نص الملعب بتاعنا. يعني اول واحد بيقابل كهربا على الدايره، بعديه رمضان صبحي واخد الطرف الشمال قدام على طول محمد عبد الشافي. ما هو ده اللي انا قلته، زون ديفنس مش من نص ملعب، زون ديفنس من الثلث الاولاني بتاع. طب ازاي؟ ما انت اديت امبارح ومفيش هجمه مرتده. انت الطريقه الاستراتيجيه دي توديك لهجمه مرتده، مفيش هجمه مرتده. ان انت مثلا بتعملها لمحمد صلاح. طب الاثنين اللي بيلعبوا البهوات بتوع نص الملعب، مين عنده المقدره والقدره تقصد مين يا كابتن؟ يعمل لك سروج؟ الاثنين الديفندرات اللي هم مين ومين؟ النني وطارق حامد. انت ما عندكش الواحد اللي هو بيقوم جاي عامل سروج باص مثلا لمحمد صلاح يضرب لك الديفنس. انت تعرف ان هم الاثنين اللي هم المساكين بتوعهم كانوا بيلعبوا فين؟ على الدايره يا خالد يا استاذ احمد. تمام. واخد بالك؟ وحاطينك طول الشوطين في نص ملعبك انت. طب واحد كده، واحد عشان سريعا وقتنا مش هينفع نتكلم كتير. شريف اكرامي. شريف يسأل عن الهدف. مستوى طول الماتش يا كابتن. لا مذبذب وخايف، وانا متهيألي ان هو لما قلب وشه في الامم الافريقيه ومشي او ما لعبش هم بيجاملوه في الماتش. يعني انت المفروض، لا بس شريف ماشي كويس في الدوري، لكن انت كنت شايف ما اختلفتش معاك. انت مفنش. بص الراجل دايما يقول لك ايه؟ انا عندي اللعيب اللي هو الجاهز. عصام مفنش معاك اخر ماتش في بطوله افريقيا. صحيح. طيب المفروض يقف. طيب احمد فتحي. ارجى اللعيب في مصر والله العظيم، وانا اتفق معاك. على الاقل امبارح كان محمد صلاح في الشوط الثاني ما بيرجعش عليه، وعلي معلول بيروح 2 عليه، وكان في كل كور مشتركه بياخدها. علي جبر وحجازي. ما جوش. ونحمد ربنا ان اللعيبه ما لعبتش كتير على الارض، ان كانوا بيلعبوا الكورات العرضيه اللي هي كانت مسهله لهم الدنيا. لما كانوا بيلعبوا على الارض كانت هتبقى مشكله ليهم جامده قوي. محمد عبد الشافي. يعني الى حد ما كان بيلعب بخبرته بس برضه ما بيهاجمش. يعني لو احنا قارنا بعلي معلول وعبد الشافي بتاعت الراجل مش بتاعت عبد الشافي، لان نبيل معلول يا خالد رمضان صبحي ومحمد صلاح ما بيهاجموش، يبقى انت عايز عبد الشافي يهاجم. طيب بالنسبه لطارق حامد ومحمد النني؟ لا ما جوش، ما راحوش ماتش الهلال. بالنسبه لمحمد صلاح انا ما اعرفش الراجل دوت لما يكون عندنا كنز زي ده
ازاي ما تستغلوش وازاي بتخليه يدافع. مع هو رمضان رمضان صبحي رمضان صبحي نفس الكلام. بس هو بص، رمضان صبحي لما وقف الشوط الاولاني على كوره وقام جاي مرقص، عملها بالعرض. يعني لو عمل مرتين ثلاثه كده، لو واخد الثقه من الراجل، كنا يبقى شكلنا احسن من كده وكنا ممكن نعدي. طيب بالنسبه لعبد الله السعيد، انت شفت امبارح؟ لا امبارح سافر تونس. طب بالنسبه لكهربا، كهربا ظلمه في الحته دي، هو بيعاند مع باسم مرسي، فهو ظالم اي حد يلعب في الحته دي. مش عايز باسم يلعب في الحته دي. متهيألي لو كان بدأ بعمرو جمال كان احسن. طب التشكيل الامثل كان ايه يا كابتن من وجهه نظرك؟ ده في لعيبه مش هتلعب خالص من دول. طب من اللي راحوا ما تلعبش. في ناس راحت واتظلمت؟ طبعا. احمد الشيخ، حسام عاشور. بص حسام عاشور ده يلعب على اي، بص حطه بعد كده فكر بقى في ال10 التانيين. يعني يلعب على النني طارق حامد. طبعا. تمام. على الاقل امبارح انت شفت الاثنين الديفندرات بتوعهم هم اللي بيلعبوا مصر. صح عندك حق. لا عايز اسالك سؤال، توقيت التغييرات غير احنا مغلوبين بعد 5-6 دقائق من الشوط الثاني، واول تغيير ليه كان تغييرين 2 في الدقيقه 74. يا عم الفتة كبس على نفسه يا عم خالد، ده مش فايق ولا عارف هو بيغير ايه ولا الملعب محتاج ايه. ده هو غير عشان الناس تقول لك ده غير 2 مره واحده عشان نزل يلعب هجومي. امال انت فين من اول الماتش؟ انت لو بتلعب مصطفى فتحي لعب وينج ليفت تقريبا. ما هو بيلعبه وخلاص عشان يقول لك ان انا غيرت، عشان لما تيجي في المؤتمر تقول له انت ما غيرتش تاني، يقول لك لا ما انا غيرت 60 عشان بقى عايز انقل الفرقه من نص ملعبي لنص ملعب الخصم. طب عمرو ورده لعب ايه يا كابتن امبارح؟ مين؟ عمرو ورده لما نزل لعب ايه؟ ما اعرفش، حاولني ما اعرفش. كابتن خالد غدور سأل السؤال ده ما اعرفش. والله ما كنت وانا ما اعرفش. انا مره هتلاقيه باك ليفت جنب عبد الشافي، مره تلاقيه قدام حجازي، وبعد كده مش شكله لعب مكان عبد الله، يعني في مكان عبد الله السعيد، الله اعلم. طيب على العموم سيبك كمان من المدرب، الفورمه بتاعت اللعيبه، اللعيبه مجهده يا كابتن رضا. لا مفيش حاجه. بص ما هم مجهدين، مفيش الكلام ده يا خالد. بص يا خالد سيبك بقى من الدوري والكلام ده. انت منتخب مصر، طب ما احمد فتحي مجهد اكتر واحد في مصر مجهد. صح مظبوط. الان بص يا خالد، انقاذ ما يمكن انقاذه. نقول للراجل اللي ماسك اتحاد الكوره ده، الباشمهندس ده، يا عمي من دلوقتي الحق، مش هتوصل كاس عالم. الراجل خلاص اتجه للاعلانات، الراجل اصلا كده ابيض، الراجل قليل. انت دلوقتي هات حسام حسن واتكل على الله ومصر كلها تقف جنبه. لازم حد مصري، لازم حد يحس بالناس المصريه. الراجل واقف على الخط امبارح عمال يهجص علينا، عمال يشاور وانت اصلا ما بتهاجمش. عمال بس كل ما الكاميرا تيجي عليه يشوح بايده قدام لقدام وانت اصلا ما بتروح. يا خالد انقاذ ما يمكن انقاذه. الباشمهندس اللي قاعد ده لازم يفكر من دلوقتي، قدامنا 3 شهور، هات حسام حسن مصر كلها تبقى وراه. احنا عايزين نوصل كاس عالم. الراجل ده يوم ما هيخرج هيمشي سلام عليكم، واحنا اللي هنشيل الصين 4 سنين تاني. طيب يا عمي على العموم بس انا عايز اقول لك حاجه، ان المفروض ان احنا، وانا اتفق معاك في حاجه، ان احنا المفروض ما نجيب مدير فني اجنبي يجي يبني الشخصيه ويطورها وما يلعبش بالطريقه دي. اللي احنا لو وصلنا كاس عالم بالطريقه دي هناخد 8-0 هناك في كاس العالم. هتوصل كاس عالم؟ والله ما هتوصل. انا متراهن مع ناس كتير. المشكله ان احنا بالشكل ده مش هتوصل. احنا مشكله كمان ان الزمالك والاهلي هيلعبوا افريقيا، وبعد كده عندك بطوله عربيه، وبعد كده عندك ماتش اوغندا. يعني اللعيبه هتروح ايه يعني مستهلكه المستهلكه. انا هستاذنك كابتن رضا. اتفضل. احمد فتحي امبارح حد قال له ان ده منتخب مصر ولا هي دي غريزه عنده؟ لا غريزه عنده. هات حسام حسن يقف لك على الخط، اللعيبه دي هتاكل النجيله لو نزلت اي 11. طب حرر محمد صلاح ورمضان صبحي وتريزيجيه وكهربا، اقسم بالله كسبوك اي ماتش. خلي الباكات تزيد، خلي يلعبوا كوره، احنا ما بننقلش بصينا على